طب يا جماعه النهارده جاي لكم فيديو مهم قوي، فيديو التنظيف اللي انا كنت قايل لكم عليه، وان شاء الله هنضف لكم المكان وهقول لكم على ادويه كتير وعلى حاجات تنضفوا بيها. وانا زي ما انا قلت لكم تنظيفي غير تنظيف اي حد، وانا بنضف لكم انا كتفي مكسور والله العظيم. واتفرجوا بقى على المكان كده. طب يا جماعه خليكم معانا بقى دلوقتي، هنبدا ننضف وهتبقوا معانا دلوقتي. طب يا جماعه انا هخلع ده والله يكون في عوني بقى، انا اشوف هعرف ابدا اعمل فيديو ولا لا. خليكم معانا هنخلع البتاع هننضف لكم كل حاجه. يا جماعه فكيت كتفي وهيوجعني شويه بس مش مشكله، تعالوا معانا بقى ننضف كده ونوريكم. طب يا جماعه هنشيل الكراتين ونجيلكم ونرفع الحمام كله في الحباسه اللي فوق وهنحط منزل الحباسات بس. تعالوا معايا كده. تعالى فتح هنا كده. انا ليه يا جماعه والله ما نضفت عشان انتوا عارفين كتفي كان فيه اصابه، فبقالي ما نضفتش. معلش بس على الوساخه ديت، وان شاء الله هننضف وهنروق الدنيا دلوقتي. طب يا جماعه هننزل الحمام اللي فوق ده كله في السلكه اللي تحت العين الصغيره دي خالص، ماشي، عشان ننضف العين دي كمان. تعالوا معانا. هو الفرد يا جماعه ده الفرد اللي كان عنده برد، ماشي، ده الفرد اللي كان عنده برد اللي هو احنا كنا مصورينه عندي ليكوا فيديو، ماشي. الفرد بقى زي الفل اهوت خالص، ماشي. الفرد ما عادش بيسيل ولا اي حاجه. طبعا معانا كده يا جماعه. طبعا يا جماعه محدش يسيب الحمام متوسخ عنده كده، لان ده هيجيب له بكتيريا وهيجيب له حشرات كتير، والسوس اللي بيبقى في ريش الحمام والدبان والكلام ده. لان انا كنت سايب الحمام عشان انا كتفي كان مكسور وما كنتش عارف اعمل اي حاجه والله. نبذه كده واحده من الفك بس. تعالوا معانا. يا جماعه ما بين السدايب لازم تنضف ما بين السدايب، لان بيبقى فيه سوس وحشرات كتيره، فلازم تنضف عشان ما تطلعش على الحمام.
طب يا جماعه هنشيل الحباسه بقى، احنا نضفناها خالص، نضفناها من جوه. هنشيل الحباسه، ننضف اللي تحتنا وننضف الترابيزه دي من تحت. ماشي، خليكم معانا كده واحنا بنشيلها. انا مش عارف اشيلها بايدي خالص. دغدغه الحباسه. يا جماعه نصيحه مني، ما تسيبوش الحمام كده خالص. انا كده الحمام كده، انا اصلا عامل حسابه وجايب حاجات كتير للسوس والحشرات اللي بتبقى في الحمام دي خالص. طب ماشي يا جماعه، نطلع الحباسه دي بره خالص، اللي كانت هنا نطلعها بره خالص. ماشي. الحاجه والدتي ان شاء الله لما تيجي لما هتصحى الصبح بالشبشب على طول. بس ماشي يعني فداكم. خليكم معانا نطلع الحباسه ونجيلكوا تاني بقى عشان نشيل الحاجه دي، الكراكيب دي كلها. تمام. بعد كده بقى ننضف الارضيه وهنعرفكم تنضفوا بايه. بصوا يا جدعان، احنا بصوا الكراكيب دي بقى كلها هنشيلها. تمام. نشيل الكراكيب دي كلها كده، نشيل الكراكيب وننضف الارضيه، واعرفكم ان شاء الله واحنا بنحكها وبننضفها خالص وبنكنسها، واعرف لكم بقى ترشوا ايه وتعملوا ايه. طبعا يا جماعه احنا شيلنا كل حاجه اهوت. ماشي. ننضف بقى الارضيه دول حبايبي دول. ننضف بقى الارضيه ونحط الارضيه ونجيلكوا تاني. احنا بنحط الارضيات على فتح غرام البوتاجاز، وفي هنا عنكبوت وكل ده لازم، دي بكتيريا كلها لازم تتشال عشان ما تنزلش على الحمام. او معانا بقى ننضف طب يا جماعه بصوا احنا نضفنا كل حاجه اهوت. تمام. ده يا جماعه لازم تنضفه لان بيجيب بكتيريا للحمام. تمام. شوفوا الفرق ده اللي احنا النص اللي احنا نضفناه، ده النص اللي احنا نضفناه، وده اللي احنا لسه ما نضفناهوش. هننضفه لكم دلوقتي. شوفوا الكنسه قد ايه. ننضفه لكم دلوقتي وندعك الارضيه. خليكم معانا واحنا بندعك الارضيه. طب يا جماعه احنا خلصنا تنظيف ارضيه، هندعك بقى الارضيه. تمام. هندعكها بالمقشه، وهوريكم الحاجات اللي احنا هندعك بيها. ازازه كلور. تمام. ازازه كلور دي هندعك بيها الارضيه مع الفينيك. تمام. الفينيك ده يا جماعه مهم، هو الكلور، لان ده مش حاجه الحمام، ده للوقايه الارضيه، مطهر للارضيه والحباسات والعيون الحباسات والكلام ده. تمام. احنا جبنا بخاخه عشان نحط فيها الكلام ده كله. نحط الكلور الاول على الميه. تمام. بس البخاخه ده هنبخ بقى هنرش بقى على الحباسات. تمام يا جماعه، البخاخه ديت هنبخ بيها، هنرش بيها الحباسات. و قلنا لكم برضو ده برسيل كده بريحة اللافندر عشان الريحة برضو، ريحة الحمام، ودي هندعك بقى الأرضية برضو. تمام. إن شاء الله يا جماعة الحاجات ديت لازم تطهر بقى الأرضية جامد، لأن الدبان والسوس والكلام ده بيبقى في الحمام، وتبخ بقى في الحباسات. الكلام ده يا جماعة لازم يتعمل عشان الحباسات تبقى مطهرة. الحباسات تبقى ايه؟ مطهرة. وفي شوية علاجات يا جماعة مهمة قوي هنوريها لكم في آخر الفيديو. هنعمل لكم لقطة كده برضو في آخر الفيديو نوريكم فيها شوية حاجات للسالمونيلا، حاجات كتيرة يعني هنوريها لكم إن شاء الله. و استنونا بقى ننضف الأرضية ونلحق الأرضية ونجيلكوا تاني. طب يا جماعة أنا والله العظيم صدقت إن أنا خلصت، ما صدقت إن أنا خلصت. اتفرجوا بقى على المنظر ده ولا الأول.
لكم انا بقى يا جماعه دلوقتي كلور هطلع معاكم بقى السلكات. ماشي كده كده خالص. نعمل هنا 3 ارباعها والكلور. الكلور طالما هتعقم بيه بعد كده الكلور طالما هتعقم بيه ما مفيش نسبه معينه يعني تعقم بيه. شغال. شغال يا جماعه. اشتغلت يا جماعه. ورش بص بره والله كل حاجه. خليكم معانا في التفاصيل. انا معلش هطول عليكم الفيديو بس خليكم معانا في التفاصيل والله عشان افيدكم بس مش اكتر. في كلام وكل حاجه يا جماعه. يا جماعه تحت وفوق وفي الحيطان كلها ونشف الحيطان زي ما احنا نضفنا كده عشان ايه المكان كله يبقى متعقم. المكان كله بايه؟ متعقم. خليكم معانا في المكان ده كله. هوريكم هنا. يا جماعه الأرضية برضه يا جماعة. إيه لو بعتني بالبخاخة دي؟ إن شاء الله هنجيب بخاخة كبيرة اللي بالهوا ديت. خليكم معانا بقى كده خلصنا. خليكم معانا هنجيب الكراتين نفرشها في الحبسات. يا جماعة المنظر اهوت كده أحسن من الأول بكتير. منظر اهو يا جماعة. طب يا جماعة ننقل بقى الحمام كله مكانه. خليكم معانا كده. الفرد ده يا جماعة اللي احنا كنا جبناه من المحلة وبسم الله ما شاء الله بقى جميل أوي. كده نقلنا الحمام مكانه. والله يا جماعة انت تحس الحمام مبسوط اصلا. تحس الحمام مبسوط. نرجع بقى كل حاجة مكانها ونجيلكوا بقى عشان نفيدكوا بقى في حاجات كتير. أدوية كتير هنقولها لكوا برضو. أنا تعبت. يا جماعة الحمد لله أنا خلصت تنظيف وجيلكوا بقى نعرفكوا شوية أدوية كده على الخفيف. حابين نعمل لكم فيديوهات لكل نوع من الأعشاب اللي أنا هقولهولك أو الدواء اللي أنا هديهولك، زي الكزبرة والكمون. الكزبرة والكمون ده للإسهال. للإيه؟ إسهال. بيتغلى بتحط الإسهال للحمام. ماشي. جالك برضو بقطرة تانية برضو للإسهال. دي الأربع نقط على اللتر بس هي ملهاش اسم
لان ده مش منتج، ده منتج محلي، ده منتج محلي ميبقاش ليه اسم. مش انت لما تروح للصيدلي تقول له بس عايز قطرة للبرد، لا منتج محلي، تقول له كده وهيديلك دي، وهيديلك اي حاجة زيها بديلة ليها يعني. تمام. ديت الاسهال او الكزبرة والكمون. الكزبرة والكمون حصى يتغلى وتحط للحمام على المسا. قالك بقى بأحسن حاجة وهي أهم حاجة القرنفل. القرنفل ده حاجة أعشاب هو هتستفاد منه جامد، وإن شاء الله في فيديو هنشرح لك عليه، هنشرح لك فيه كل حاجة تخص القرنفل للحمام. هو مش للحمام بس، هو للطيور والبني آدمين. أنا والله العظيم بعشقه، أنا بعشقه إن هو مفيد للبني آدمين وللطيور وكل حاجة مفيد. القرنفل مفيد لأن القرنفل أصلا مذكور في القرآن. تمام. و نرجع للقرنفل، في برضو حاجات تانية هنقول لكم عليها بس في فيديو تاني ان شاء الله. وحاجات رفع المناعة ومضاد حيوي والإسهال والسالمونيلا وكل الكلام ده خالص. برضو كل ده اللي احنا قلنا لكم عليه ده هيتحكى لكم في فيديو كامل. تمام. يا رب ما نكونش طولنا عليكم في الفيديو، معلش، ويا رب نكون عند حسن ظنكم وتتفرجوا على الفيديو للآخر عشان هتستفادوا فيه جامد. ونضفوا حمامكم يا جماعة، لأن الكلام ده والوساخة دي بتجيب بكتيريا للحمام وانت هترجع تزعل في الآخر. أنا والله العظيم ما كنتش منضف اليومين دول عشان أنا كتفي كان في إصابة وما كنتش عارف أنضف. تمام. وإن شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد لكل حاجة في ده، أنا قلت لكم مرة. وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. يا جماعة اهتموا بحمامكم، الناس الغواي الأطفال والكبار يهتموا بحمامكم. تمام. بس يا رب كده نكون فدناكم، ما تنسوش اللي احنا قلنا عليه. يا عم يلا، انت لسه ما عملتش اشتراك؟ يلا يا عم خش اعمل اشتراك في القناه ولايك. يلا الف سلامه يا جماعه. احنا كنا قايلين لكم اللي احنا هنعمل لوفت ان شاء الله في اول ما بدات فيديوهات على اليوتيوب. قلنا لكم اللي احنا هنعمل لوفت في الحمام عندنا على السطح بس مش هنا. بس ان المشكله اللي احنا مش عارفين نعمل لوفت لان انا مش لاقي لوفت جاهز. انا عايز لوفت جاهز يا جماعه بس انا مش لاقي. دلوقتي احنا هنشتري حباسات جديده، ومش اصلا مش هنعمل هنا في المكان ده، هنعمل في السطح التاني اللي في البيت التاني اللي عندي، سطح اوسع. وانا مصمم مكان هعمل فيه وهنفيدكوا جامد قوي في الكلام ده، ماشي. وهنقل فيه يعني احنا مش هناخد اي حاجه من هنا خالص، ده هيفضل زي ما هو كده، ماشي. بس بقى هنجيب حمام اعلى وهنجيب حمام تاني وانواع جديده قوي وانواع انتوا بتحبوها، ماشي يا جماعه. وهنعمل لكم مفاجاه اول ما ننقل هناك، هنعمل لكم مفاجاه كبيره قوي. عشان كده تخش تعملوا اشتراك في القناه. يلا سلام.